السلام عليكم. بعد ماتش امبارح طلع الموسيقار مرتضى منصور قال لك ان اربعه اتجمدوا في الزمالك لنهايه الموسم من ضمنهم احمد فتوح. فانا من قرايه الموضوع كده، احمد فتوح في نهايه الموسم هيغادر نادي الزمالك. ما تتخضش، انا اي زملكاوي زعلان واي زملكاوي عارف ان احمد فتوح من اهم عوامل الزمالك الرئيسيه من اول الموسم، وعارف ان اللي وقعوا مننا مرتضى منصور، وعارف ان احمد فتوح مظلوم. واحمد فتوح كامكانيات لعيب كوره باك شمال وكواليتي هو من احلى 10 باكات في افريقيا، او ما كانش في التوب فايف يعني. المهم يعني ان احمد فتوح، انا وانت زعلانين ان هو يمشي من الزمالك، بس هو ده الحل الامثل له. احمد فتوح من ساعه ما كان متالق مع الزمالك قام طلع راجل، المفروض ان هو يقال ان هو رئيس النادي، قام طلع قايل له انت بتشرب حشيش وبتاخد مخدرات تقريبا، وقعد يتبلى عليه. احمد فتوح له اسره، احمد فتوح عنده عيله وانسان زيك، فطبيعي ان هو يحس. انا لما يطلع واحد يقول عليك ان انت مثلا بتسرق حرامي، انت مش هتتضايق؟ مش هتخاصم الراجل دوت؟ هتشتغل عند الراجل ده؟ لما انت مثلا تكون شغال في شركه، صاحب الشركه يقول لك انت حرامي، هل هتفضل انت شغال في نفس الشركه؟ ولا لما يطلع رئيس الشركه يعتذر لك قدام كل الناس؟ فنفس اللي حط مكانك، يعني حط نفسك مكان احمد فتوح، نفس اللي حصل مع احمد فتوح. احمد فتوح نادي الزمالك اللي عمله وبيته ومن هو صغير في النادي، وهو من اللعيبه اللي شاربه كميه، يعني ايه، اللي شاربه الكيمياء بتاعت النادي، اللي هو ما ينفعش يخسر، اللي هو نادي الزمالك احارب علشانه، بس حط غصب عنه وعني وعن اي حد. رئيس النادي بتاع الزمالك، يعني رئيس النادي اللي انا شغال عنده، قال لي انت بتشرب حشيش وفي الطلع بتبلع عليا، والناس كلها على السوشيال ميديا والاعلام وكله خدني ماده للكوميديا والترند والسخافه وهكذا. فطبيعي ان انا اتضايق. بقى ايه اللي حصل بقى؟ هل الرئيس ده طلع اعتذر لي قدام الناس كلها؟ لا، ده طلع معايا قال لي ده اتصورنا صوره وخلاص، الدنيا اتعمل. هل كده خلاص الموضوع اتحل؟ ما اتحلش الموضوع، ما اتحلش صح. فاحمد فتوح لما يمشي من الزمالك حقه، والله انا مهلومه، انا بزعل من اي لاعب مشي من الزمالك بيروح فرقه تانية، وده الطبيعي. حتى لو يعني لو راح الغريم ده اكبر، بس والله العظيم احمد فتوح الوحيد اللي ما هزعل عليه ولا هيقل من نظري ولا هيغير حاجه يعني انا شايفها فيه لما مشي من الزمالك، حتى لو راح الاهلي وهيبقى احسن له. والله العظيم، اصل حط نفسك مكانه، انا رئيس النادي بيهد فيا، بيهد في اللاعب بتاعي، وفي نفس الوقت ما طلعش اعتذر لي ولا قال لي اي حاجه. فطبيعي لما انا امشي بقى خلاص، انت عايز مني ايه؟ وبتجمدني لاخر موسم، طب ليه؟ احمد فتوح هو عمل ايه؟ انا عايز اعرف هو عمل ايه. احمد فتوح مش عاوز يجدد، ما حقه ما جددش. لما رئيس النادي بتاعه يشتم فيه حقه ما جددش، وحقه يطلب السعر اللي اعلى سعر كمان في الفرقه من اعلى ناس كتير في الفرقه. ده دونجا بياخد 100 مليون ولا مش عارف كام. فطبيعي يقول اللي هو عايزه. فالإدارة في الزمالك ماشية كلها على الله، كله غلط في غلط. السرطان في الزمالك مش في اللعيبة ولا في أي، السرطان في الزمالك في الإدارة، على رأسهم مرتضى منصور. ده السرطان اللي في الزمالك. يوم 9/4 هيحدد حاجات كتير قوي. 9/4 هيحدد إذا كان الزمالك هيخرج من الدوامة للنور ولا الزمالك هيدنيه في الدوامة. حتى لو خرج هيخرج فترة ويعود للدوامة تاني. لازم 9/4 ده يكون إقالة المجلس كله من الزمالك عشان أحمد فتوح يكمل في الزمالك. انما احمد فتوح بالشكل ده مش مكمل في الزمالك، وانا مش ملومه، مش بلوم احمد فتوح، ده حقه. حط نفسك مكانه لما حد يشتمك وبعد كده يطلع يتصور معاك صورتين وخلاص. هل كان انت الناس عرفت؟ والله العظيم ما تلاقي في ناس لسه مصدقين احمد فتوح بيشرب حشيش، والله العظيم. فانت ممكن اصلا الكلمه دي تقضي على مستقبلك في الاحتراف. اي نادي، اي فرقه في اوروبا مثلا تفكر معاك لما تجيب سيرتك الذاتيه تقول ده رئيس النادي بتاعه قال ان هو بيشرب حشيش، طب يا ترى هو بيشرب ولا لا؟ لا مش جايبه يا عم، بعيدني عنه. فالدنيا بايظه. مرتضى منصور هو اللي بوظ احمد فتوح، هو اللي بوظ الزمالك. احمد فتوح لو مشي انا مش بلومه، والله ما هلومه ولا هلومه. انت حقك تزعل ان انت خسرت واحد من افضل كواليتي الباك شمال في افريقيا، بس على العوض من العوض بقى في السرطان اللي في الزمالك. يوم 9/4 السرطان ده لما مشيش النادي مش هيطلع من الدوري اللي هو فيه ده ابدا، هي لما يطلع فتره وهيرجع تاني.